رغم أنه وردت عندهم بعض الروايات فيها أنه لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا، يعني فقط تقتصر على الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وتسكت. فقالوا كيف نصلي؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. لاحظتوا؟ الطريف أنه واحد من الإخوة المؤمنين بالكويت نقل لي هذه الحادثة، أنه في إذاعة ما يسمى بالمملكة العربية السعودية هم عندهم يبدو برامج معينة ينقلون فيها أحاديث، فيقولون مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كم دقيقة مثلا، ما أدري بعد الصلاة قبل الأذان بعد الأذان، ما أدري، فالطريقة عندهم بهذا الخصوص في الإذاعة الراديو يعني. فيقول ذات مرة أنا بالسيارة دا أسمع، فيقول وإذا بي سمعت هكذا أنه يقول المذيع يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا، وإنما قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بالبداية يعني يصلي صلاة البتراء، بالوسط النبي صلى الله عليه وآله شنو ينهاه عن الصلاة البتراء، بالأخير يكرر نفس الصلاة البتراء. صلاة البتراء صلاة المقطوعة مو الصلاة الكاملة. فهذه من المهازل أيضا، يعني هاي من المهازل. طبعا أنا ملاحظ الآن في الآونة الأخيرة، أنتم يمكن هم لاحظتوا هذا الشيء، أنه بعض علمائهم بعض مشايخهم يحاول أن دائما يجيب وآله، دائما يجيب وآله لما يذكر النبي صلى الله عليه وآله، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم، يحاول يجيب. هذا طبعا محاولة للتقرب من الشيعة، يعني محاولة للتقرب، وبالنتيجة هم بادرة حسنة إن شاء الله. هذا اللي يسوي ربما يعني يهتدي يوما ما.